ولكن أنا سألته سؤال تقليدي وعادي وبديهي، قلت له: لماذا لم تتم مناظرة مع الشيخ أحمد سنان؟ أنت سمعت الإجابة بتاعه؟ شو صحيح. ردك عليه؟ أولا الشيخ محجوب المحجوبي كشخص أحترمه، يعني احترام متبادل بيننا، التقينا أكثر من مرة وكان جو الاحترام السائد، يعني سلمنا على بعضنا البعض، تبادلنا وتجاذبنا أطراف الحديث، فهذا الشيء لابد أن يكون ثابت من ثوابت هذه الحلقة، أنه لا توجد مشكلة شخصية بيني وبينه. ثانيا أحترم خياره في عدم المناظرة، يعني إنسان اختار أن لا يجلس مثل هذا المجلس ويتناقش، أنا أحترم هذا الخيار، يعني لست ممن يعتبر أن الذي لا يقبل المناظرة هارب أو فلا، يعني ليست هذه هي طريقة التواصل والحديث بين طلبة العلم، لا، هو خيار محترم، واختار هو الرد، ذاك أيضا خيار. لكن أنا عندي إشكال بسيط عليه، الذي يرفض خيار المناظرة لا يتحدث عن بطولاته السابقة، يعني من جهة هو يرفض المناظرة، ومن جهة وأنا حاورت وأنا ناقشت وأنا ناظرت. هذا يذكرني بتونس، أنت متعدي تشوف مثلا عركة واحدة قريبك يتعارك، في بلاصة ما يمشي يدافع عليه يقول لك: أنا قبل عامين عملت عركة وضربت، هي برا توا دافع على أخوك ولا ولد عمك. لا لا لا, لا. أنا خياري طبعا بعيد، المناظرة ليست، المناظرة هي تبادل كلمات وحجج وليست تبادل لكمات، ولكن من باب تقريب الصورة فقط. فأنا أشكل عليه هذا الإشكال، أنت لا تريد أن تناظر، ذاك حقك، لكن لا تحدثنا عن بطولاتك التي هي في نظرنا بطولات خرافية. شوفير تاكسي تكلمت معاه، وفي مسجد النبوي قابلت شخص الله العالم من إكس من الناس، الآن جاءتك الفرصة، كان من المفترض يمكن أن يكون حديث متواتر، إنه صارت الحاجة هذه، هو عنده شهود. لا، هو وحده، هو الراوي الأوحد لأشخاص حتى هو لا يعرفهم، وهو شيخ وفاضل وطالب علم. على كل حال، قناة تغيير مود.